مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده فيديو قمر زيكم ان شاء الله. هو ازاي غيرت حياتي للافضل الحمد لله في 5 خطوات بس. تابعي الفيديو للاخر عشان تستفادي منه. لما نروح على الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه وكومنت صغنون حلو زيكم. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. ازيكم يا حبوبات؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. ندخل على طول في ال5 خطوات اللي اتبعتهم الفترة اللي فاتت الحمد لله، وحسيت ان حياتي اتحسنت للأفضل. نصيحة بس صغيرة قبل ما ندخل في الفيديو: اي حد عنده مشاكل، اي حد عنده ضغوطات، اي حد عنده اي حاجة مضايقاه، يستعين بالله. بجد المواضيع كلها بتعدي، مفيش حاجة بتفضل مستمرية. ثقة في الله ان كل حاجة بتعدي، وان ربنا بيشيل عننا زي ما بيجي الابتلاء، زي ما ربنا بياخد ايدينا وبيعيننا عليه. اول حاجة عملتها والحمد لله حسيت بفرق كبير جدا جدا في حياتي، والحمد لله مواظبة عليها، وهي الصلاة. الصلاة مفيدة جدا جدا يا بنات، وهي حاجة طبعا مفروضة علينا، مفيش كلام فيها. حاولي بكل طاقة عندك ان انت تواظبي على الصلاة. الصلاة بتريح جدا 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 وبتشيل عنك كتير. عنده ضغوطات او مشاكل او اي ابتلاءات، بجد الصلاة بتهون كتير جدا جدا. الصلاة طبعا اول حاجة نمبر 1، وتاني حاجة الذكر، وتالت حاجة قراءة القرآن. التلاتة دول ما تستغنيش عنهم واستعمليهم في حياتك، بجد هتشوفي نتيجة مبهرة. بجد ربنا بيشيل عنك كتير جدا جدا لو استمريتي في الحاجات دي. الحاجات اللي بتريح القلب جدا وبتهون وبتشيل عنك. بصوا، لو حتى في جبال على كتافك انت بتحس ان ربنا سبحان الله بيعينك، بيهون عليكي كل صعب انت فيه. تاني حاجة بجد فرقت معايا جدا جدا الفترة اللي فاتت وحسنت من حياتي جدا جدا، وهي قراءة الكتب. الكتب يا جماعة بجد انتوا مش متخيلين هي بتحسن جدا جدا من المزاج ازاي، وبتحسن من نفسيتك ازاي. تديكي معلومات انت ممكن مش متخيلة ان انت في يوم من الايام ممكن تعرفي المعلومات دي. فانت شوفي اكتر كتب انت بتميلي ليها وهاتي كتب منها. فرق جدا جدا جدا، وعن تجربة بجد اي معلومة بتكتسبيها من قراءة الكتب بجد بتفيدك جدا في حياتك. فرق جدا في حالتك النفسية والصحية وكل حاجه. بجد بجد عن تجربه، وبجد حسيتها فرقت جدا جدا في حياتي الفتره اللي فاتت. تالت حاجه معانا وهي الرياضه. الرياضه مفيده قوي قوي قوي. بقولك ان انت يعني تلتزمي قوي وتعملي على نفسك وتنزلي مثلا جيم. انا عارفه ان موضوع الجيم ده مش كتير اللي بيلتزم فيه، بس على الاقل يوميا التزمي كده ان انت تنزلي تتمشي مثلا ولو نص ساعه، ساعه الا ربع. كل شويه زودي شويه، بيفرق جدا جدا في النفسيه. بجد بتحسي نفسك ان انت من جوه كده هديتي، حتى لو متضايقه او مضغوطه او في اي حاجه بتحسي ان انت لا، مش زي ما انت نزلتي رجعتي، لا بتحسي في فرق. أنا اصلا بعشقها ان انا اول ما احس نفسي ان انا مضغوطه او متضايقه او في اي حاجه معكنين عليا، بنزل اتمشى، بحس ان انا لا غيرت مود والدنيا اختلفت. لو التزمتي بحوار الجيم ده هيبقى احسن بكتير. ده بيفرق اكتر بكتير، بجد هيفرق جدا جدا في صحتك وفي نفسيتك. الموضوع هيختلف وهتحسي ان حياتك بقت افضل بكتير. رابع حاجه معانا وهي ان انت تحطي اهداف كده ان انت عايزه تحققيها في حياتك، مش تبقي ماشيه كده على الله حكايتك. لا، نبقى جايبين مثلا نوت شكلها حلو ونكتب فيها اهداف احنا نفسنا نحققها مثلا في السنه الجديده. الموضوع ده بيحمسك جدا وبيديكي طاقه كده وباور ان انت عايزه تحققي حاجه، عايزه تسعي وتعملي حاجه. الحاجات البسيطه اللي هتفرق معاكي برده وتشجعك ان انت تحطي اهداف، ان انت تجيبي نوته شكلها حلو وقلم شكله لطيف كده، ان انت تبقى حابه الموضوع ومغيره كده مودك. انت بتكتبي الكتابه اصلا عامه بتخلي الدماغ كده حلوه وتخليكي ساعات كده بتفصلي عن اللي انت فيه. خامس حاجه معانا ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا بجد، اللي هتفرق معاكي قوي لدرجه ان انت لا هتحسي ان في حاجات كتير قوي اتشالت من دماغك بجد، هي البعد عن الناس. مش معنى البعد عن الناس ان احنا نعتزل ونقعد في الصحراء يعني لوحدينا ونعيش من غير ناس خالص، لا بالعكس. بس حاولي ان انت تتجنبي الناس السلبيه في حياتك، الناس اللي هي بتعطلك عن ان انت تحققي اي حاجه كويسه في حياتك. عدم الاهتمام بكلام الناس يا جماعه، والله كلام الناس كده كده اصلا يعني معروفه، ولازم انت تبقي حاطاه في دماغك كويس جدا ان كده كده الناس بتتكلم. انت ماشيه صح الناس هتتكلم، انت بتعملي مش عارف ايه صح برضو الناس هتتكلم. في ناس كده ما بتبقاش وراها حاجه، ربنا يعافينا، غير ان هي بس بتتكلم وبتنتقد اللي قدامها. فانت لو حطيتي الموضوع ده في دماغك انت هتتعطلي عن حاجات كتيره حلوه في حياتك، ومش هتبقي شايفه الطريق المنور قدامك. انت بالعكس هتفضلي باصه تحت رجليكي ومش هتقدمي ولا اي خطوه. حاجه برده من اللي هتسهل عليكي الموضوع ده ان انت تختلطي بناس ايجابيه كتير، ناس بتحبك، ناس انت بترتاحي لها نفسيا. الموضوع ده يفرق جدا جدا، وعن تجربه بجد جربوه. دي مع حد بيحبك، حد يكون اكبر منك في السن، ان انت تعرفي تتكلمي معاه وتخرجي كل الطاقه السلبيه اللي جواكي
ويعينك كده ان انت تعرفي تتخطي حاجات صعبة في حياتك، ما تبقيش لوحدك بتتكلمي مع نفسك، قاعدة لوحدك قافلة على نفسك الأوضة، منعزلة عن الكوكب كله. لا، الموضوع ده مش هيساعدك خالص خالص ان انت تتقدمي في حياتك. عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة جدا جدا وانا بتكلم معاكم في الفيديو ده، حاسة ان انا بتكلم وبحكي لكم قاعدة معاكم كده وبناخد وبندي عادي براحتنا. لو الفيديو ده عجبكم او نوعية الفيديوهات دي عجبتكم، ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية كتير وكلها عن تجربة. بس انصحك يا حبوبة ان انت تستمري على ال5 حاجات اللي انا قلت لك عليها دي، بجد هتفرق معاكي جدا جدا، وساعتها بقى تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. ما كنتش طولت عليكم وقت الفيديو، بس كده يا حبوبات اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. بس قبل ما نخرج من الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناة وكومنت صغنون قمر زيكم. وبس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.